بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم مع بعض طريقة الكتابة باللغة العربية في البرامج التي لا تدعم الكتابة باللغة العربية، مثل هذه البرامج البرنامج السي ماكس. احنا في البداية هنستعين ببرنامج الوسيط. البرنامج الوسيط ده الإصدار رقم 3 منه. في البداية هفك الضغط عليه، هفتح البرنامج. ممكن يكون عندي ملفات مشتركة في الجهاز في الخطوط، ممكن اقول له ريست اول. بالفعل هو ابتدى البرنامج ينزل عندي على الجهاز وابتدى ينزل الخطوط بتاعته. انا هقفل الشاشة ديت، هبدأ الاقي عندي البرنامج على الديسك توب، عندي الاصدار رقم 2 والاصدار رقم 3. احنا هنتعامل مع الاصدار رقم 3. انا هبدأ همسح بس الكلام المكتوب هنا، اقول له سيلكت اول، كليك يمين كده يمين واعمل سيلكت اول ديليت، واكتب الاسم اللي انا عايزه. هو الاسم ده اتاخد عندي كوبي في الذاكرة. هبدأ افتح الماكس، او اي برنامج تاني مش بيدعم اللغة العربية هتبقى نفس الطريقة. برنامج الوسيط لما ابتديت ان انا اكتب فيه الاسم عندي، ابتدى ان هو ياخد الاسم ده عنده كوبي في الذاكرة عشان يعمل معالجة ليه. انا هخش هنا شيبس وابدأ اختار منها التكست، وهبدأ امسح النص اللي موجود دوت، وهعمل كليك يمين كده واعمل بيست. هلزق الكلام او اعمل لصق للكلام بتاعي في قلب مربع الكتابة، وهبدأ اختار نوع الخط عندي. طبعا هختار انواع الخطوط اللي هي للوسيط الخاصة بالوسيط. اي نوع خط هنا يكون خاص بالوسيط يديني تشكيلات معينة للاسم اهو، او خطوط مختلفة. هبدأ عشان احول الشكل دوت من 2D ل 3D، اخش موديفاي عندي، وابدأ اختار اكسترود وازود قيمة الانموت شوية. حبيت ان انا ارجع للتكست تاني واقلل حجم الخط او اكبره، وبكده يكون انا قدرت اكتب باللغة العربية في برنامج السي ماكس او البرامج التي لا تدعم اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.